السلام عليكم ورحمة الله. خدمة الوطن. يعمل والد سالم جنديا على الحدود يسهر على حماية الوطن، فاقترب العيد لم يتمكن في قضاء العيد معهم، فبعث رسالة لزوجته وقال لها: سأأتي لقضاء العيد معكم في أقرب فرصة. فرآها سالم فأراد أن يرد عليه، فقال له: يا والدي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أهديك التهنئة الصادقة بمناسبة العيد، ونرجو لك التهنئة لك ولإخواتك الجنود الصحة والعافية. انتهت القصة.